اوعى تكتب قايمة. الفيديو ده انا عملته من 3 سنين، 3 سنين ونص، وحطيته على التيك توك بس، محطوش عليه منصة تانية. ولما اختفيت فترة وبعد كده لما رجعت ان انا اعمل فيديوهات ولقيت ان في تفاعل كويس، فانا احط في منصة تانية. حطيت في كام منصة كده ومنهم الانستجرام. لما حطيت الفيديو بتاع القايمة التاني، لما كنت بقول للشباب مهر وتكتب قايمة بحاجتها هي بس، معظم التعليقات وتعليقات كتير، سواء تيك توك، انستجرام، منصات كتير، كل المنصات عامة، كانت ستات بتدخل تقول لي لا، ما خلاص بقى طالما انت عايزه ما يكتبش قايمة يبقى يمشي بشرع ربنا ويدفع مهر، تمام، ويجهز شقته، تمام. كل التعليقات كانت ماشية على كده. خلاص، ما هو انا بقول يا جماعة، الدهب بتاعك ده مش هدية، الدهب ده مهر. وانت دلوقتي طالما اتفقت ان في مهر، يبقى انت خلاص حاجتك ما تكتبش باسمها، لان الحاجة بتاعتك دي المفروض ان هي مهرها، ان انت ما ينفعش مهر، فبيعتبروا ان الحاجة بتاعتك دي مهرها. وعندنا احنا هنا بقى، انت عارف احنا المصريين بنشغل دماغنا شوية. طب والدهب يا جماعة؟ لا، الدهب ده هدية منك بقى للعروسة، هديتك براحتك. خلاص، طالما منك للعروسة، انت تعمل حاجة بسيطة خالص، تجيب دبلة وخاتم. انت بقى حر، دبلة ومحبس، دبلة وخاتم زي ما انت عايز، دي الهدية. وانا جايب دلوقتي 50 جرام دهب، 40 جرام دهب، 30 جرام دهب، دول مهر. لا، المهر ده قليل. طب عايزين ايه؟ عايزين 50 كمان، 50,000. خلاص ماشي، 50,000 دول يا جماعة انا هخليهم مؤخر صداق. طبعا دلوقتي بما انك انت اتفقت على المهر والمهر الدفع، هتكتبه في القسيمة، وهتكتب قايمة بحاجتها هي بس، لأن حاجتك أنت دلوقتي خلاص ما بقتش مهر. الستات والبنات اعترضوا، وطبعا كان في تعليقات لاذعة جدا وشتايم، فأنا مش هتكلم على الكلام ده. فقلت لهم يا جماعة والله، طب أنا هعمل فيديو تاني من زمان، تمام؟ انستجرام ريلز بياخد حاجات صغيرة، مياخدش فيديو كامل، فحط جزء. عامة هو كده كده الجزء كان فيه الفايدة يعني. يا جماعة خلاص، في فيديو تاني أنا عامله، روحوا اتفرجوا عليه. شو اتفرجوا عليه بقى؟ اتقلبوا. اللي كان بتقول لك لا، ما يدفع مهر ويجهز شقته طالما عايز شرع، لا طالما مش عايز يكتب قايمه مش من يرضي الله، هيجهز شقته ويجي يدفع مهر. تحولوا، بقت الردود بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي: شتايم واهانات وقله ادب. واللي تقول لك اه ده انت عايزه بقى ياخدها شهر شهرين وبعد كده يرميها، ما خلاص. واللي تقول لك روحوا اتجوزوا نفسكم. شكرا. طب وليه؟ ما انتوا كده كده شايفين التعليقات قدامكم. انا حاطط لكم دلوقتي حاجات، بعض التعليقات. وعلى فكره، انا مش هجيب التعليقات اللي على التيك توك. ادخلوا انتوا شوفوا، الفيديو قديم ومتثبت وعامل اكتر من 300 الف فيو. انا عامل ضجة على فكرة، وما زال في ناس بتدخل النهاردة. خلاص بقى، ما اصل انا كده كده مثبته، والفيديوهات بتاعتي التانية عاملة ريتش، فبيدخلوا بقى يشوفوا. واللي برد عليهم اقول لهم والله يا جماعة، في التيك توك مثلا، والله يا ستي انا برضه بقول اللي انت بتقوليه، يمكن اكتر. لما تيجي تتكلم وتقول لي ما يمشي بشرع ربنا، فاقول لها والله انا قايل اكتر من كده. اتفضلي، الفيديو موجود ومن 3 سنين ونص واكتر. يعني مش النهارده، انا لسه عامل فيديو التاني ده حاجات بسيطه، لكن التاني ده اكتر من 3 سنين. فانا من اول فيديو قلته، اول فيديو على فكره كان اول فيديو ليه، اول فيديو على التيك توك، اول فيديو اعمله، بقول فيه ما تعملش، ما تكتبش عيب. جهز شقتك بالاحتياجات الاساسيه، شوف البيت محتاج ايه. مش لازم النيش ولا الحاجه اللي ملهاش لازمه اللي بتقعد 30 سنه ما تخرجش من النيش ديت، انت مش هتستخدموها ومش محتاجينها. جهز مطبخ، وبدل ما تروح تعمل فرح ب 50 60 الف جنيه، وميك اب ارتست تبقى قد كده، القاعه بارقام دلوقتي طبعا، ميك اب ارتست بارقام، فوتو سيشن بارقام، وفستان حاجه بقى واو، انت رايح قاعه وفوتو سيشن وميك اب ارتست، فلازم تجيب فستان واو. فانت هتجيب بقى حاجات بسيطه وزفه ظريفه كده، وقعده خفيفه كده قدام البيت عندكم او فوق او جوه البيت، وخلصت على كده. ما انت كده وفرت فلوس المطبخ. طبعا مش فلوس المطبخ كلها، لان في ناس اعترضت وقالت لك هو المطبخ هيجي، لا، المطبخ هيجي مبلغ، المطبخ بالاحتياجات بتاعته هتعدي مثلا 150,000، 200,000. ماشي، سعر النهارده. اياميها من 3 سنين كان المطبخ القطعة كلها تعمل لها 10 12,000، وطقم السيراميك على طقم الجرانيت على طقم الألمونيا على على بوتاجاز على غسالة على تلاجة على خلاط. مش لازم ميكرويف، مش لازم كيتشن ماشين، خلاط. مش لازم شاشة 60 50 و60 بوصة، مش 32. فاهميني؟ انتوا مش محتاجين الكلام ده. وفي حاجات كتير قوي مش محتاجينها. افرش، وهات فرشة اللي انت هتحتاجها، هات حاجة المطبخ اللي انت هتحتاجها، ولا توفروا من ليلة الفرح اللي بتتكلف مبلغ وقدره. واعرف ناس ليله فرحهم بتعدي ال 150 الف جنيه و200 الف جنيه، وحالتهم عاديه على فكره، مش اللي هم مليونيرات يعني،
مرتاحين بس مش للدرجة، زود يا عم عليهم وهات حاجتك. وبعد الجواز زوجتك هتقول لك والله أنا محتاجة كذا، حاضر يا حبيبتي، أنا محتاجة كذا، حاضر يا حبيبتي، خلاص هات اللي انتوا عايزينه بقى واحدة واحدة بعد كده. هاجموني برضه، يعني اللي عاجبهم كده ولا عاجبهم كده. لو قلت الدهب بتاعك مهر وحاجتك دي ملكك واكتب قايمة بحاجتها هي بس، يهاجموني، وانت كده انت كده بتقيش ربنا. واتقالت لي فعلا، مع ان انا بتكلم في شرع مش بتكلم في حاجه. طيب ماشي، عايزين ايه؟ لا يمشي بقى بشرع ربنا كامل، حاضر. طب انا بتكلم بشرع ربنا كامل اهو، بقول لي يعمل شقته. في اللي شتمه وفي اللي دخل وقال له لا، ده يجهز بقى على مزاجي، انا اقعد احط رجل على رجل واقول له انا عايزه وعايزه وعايزه وعايزه. ايه يا جماعه، ايه يا جماعه، في ايه؟ انتوا عمالين تلفوا وتدوروا ليه؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ هو انتوا همكم الفلوس المكتسبات، ولا تتجوزي واحد كويس تعيشي معاه كويس، تعملوا بيت واسره وتخلفوا عيال تربوهم بما يرضي الله؟ احنا لينا رساله في الحياه ومش هنخلد. انا اعرف شباب والله والله كتير، اخرهم من يومين اتنين شاب زي الورد عنده 20 سنه توفي، وعلى فكره لا حادثه ولا غيره، يصحوا من النوم سير ايه طلع. احنا مش هنخلد، هي مش حرب. انا مش هاخد معايا الملايين، ولا انت ولا انت ولا اي حد فيكم. يا جماعه استهدوا بالله كده، استهدوا بالله. الجواز مش خناقه ولا مكتسبات، ولا واحد فارس راكب حصان ابيض جه يحقق لك احلامك. ده مسؤوليه، مش قد المسؤوليه بلاش منها. انت مش قد المسؤوليه ما تتجوزيش، وانت مش قد المسؤوليه والجواز ما تتجوزش. ما تمضيش على قايمه ممكن تسجنك، تبقى مراتك معاك في نفس البيت ولسه جايب لها طلبات البيت، وتلاقي المحضرين ولا بتوع التنفيذ جايين ياخدوك عشان انت عليك حكم. وما تقوليش ما بتحصلش، حصلت كتير ودور في النت. امنوا نفسكم يا جماعه، ليك وليها، عشان تعيش كويس وهي تعيش كويس.